السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بوريكم الكتاكيت بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الكتاكيت دي كانت صغنونه كده وكبرت، بس طبعا صرفت عليهم كتير. انتوا عارفين ان اي كتاكيت صغيره بتصرف طبعا. طبعا انا كنت بجيب لهم علف كتير، جبت لهم تحصينات برضو غاليه علشان يبقوا كده بالحجم ده. ففي صغير وفي كبير، عشان في نوعيه جبتها صغيره بعد ما دول ما كبروا شويه. شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا حبيبي في التعليقات ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مننا كل جديد. طبعا يا حبايبي التحصينات دي بتبقى مهمه جدا. لازم تعملوا تحصينات من البيت. طبعا كنت بخرط لهم بصلايه كده كل يوم او يوم، لا يعني مرتين في الاسبوع بخرط لهم بصل واحط لهم خل على الميه. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا لازم التحصينات ديت. هما دلوقتي بقالهم يطلع حوالي شهر عندي او شهر وشويه. شايفين بسم الله ما شاء الله. لازم يا حبايبي التحصينات ديت كويس جدا، وما تسيبيش الكتاكيت بتاعتك عطشانه، وتحافظي عليها من الشمس عشان ما تعيش منك. شايفين؟ بس نصلي على النبي وتقولي رايكم ايه في الكتاكيت والتحصينات اللي انا بديها لها. طبعا الخل على الميه جميل جدا جدا انك تحطي خل على الميه. الخل دوت بيحافظ على الطيور بتاعتك. شايفين يا حبايبي؟ مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. قولي رايكم ايه واكتبوا لي تعليق حلو فضلا وليس امرا.